بصوا بقى يا بنات، بصوا انا عملت كمية قد ايه. القرص بالعجوة بالسمنة البلدي، الريحة تحفة وهي تجنن. بصوا طرية ازاي، بصوا ناعمة ازاي وطرية ازاي. بصوا العجوة، انا حابة ان العجوة تبقى قطع كده لاني انا عاملاها في البيت. هفتح لكم واحدة تانية. بصوا طرية ازاي وريحة السمنة البلدي تحفة مع القرفة مع السمسم والعجوة، ملهاش حل. هنبتدي نقول دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هنعملها هي العجوه علشان نخلصها ونخلص منها وتلحق تسقع شويه. انا حطيت دلوقتي العجوه، انا جايباها كده مش جايباها معجون. بحط لها حته سمنه ومعلقتين سمسم وبسيبها كده شويه على النار علشان تطرى خلاص، وبحط لها كمان رشه قرفه. وبقعد زي ما انتوا شايفين اهي رشة القرفة، اللي عايز يكتر مش عايز يحطها زي ما انتوا عايزين. حبة مية كمان بقى علشان ايه، اقعد اهرسها بالهراسة كده علشان ما تبقاش قطع في القرص بتاعتنا. اول حاجة معانا كوباية مية وكوباية رايب وثلاث معالق سمسم وخميرة وكيلو دقيق. تمام. هنحط دلوقتي المكونات الجافة، السمسم مع نص باكو الخميرة، وهنحط 3 معالق سكر. تمام، ورشة الملح طبعا سنة. هنقلب ده كله مع بعضه عشان الملح. تمام، وهننزل بقى ايه بكوباية السمنة، سمنة بلدي مع زبدة نص ونص، زي ما انت عايزة. عايزة تحطي زيت، عايزة تحطي زبدة، زي ما انت عايزة. هي كوباية دهون ودي كوباية الرايب. بقلب كله في بعضه كويس قوي، وبعد كده كوباية المية الدافية دي اللي بعجن بيها. بفضل احط شوية شوية لحد ما الاقي العجين بيلم معايا. انا طبعا دلوقتي هعمل بايدي. اول ما الاقي العجين بيلم معايا بحط شويه شويه، ما بحطش كوبايه الميه كلها علشان العجين بيختلف من عجين للتاني، الدقيق بيختلف من دقيق للتاني. تمام، هقعد اعجن انا كده لحد ما الاقي البوله نطفت وايدي كمان نطفت، وده حبه الميه اللي اتبقوا معايا. هغطيها علشان اسيبها تختمر. هي دلوقتي اختمرت. تمام، هاخدها بقى ايه، وعملت هنا جبنه بالنعناع. تحفه يا جماعه الحشوه دي، جبنه بالنعناع. وهنا عملت ايه، كورت العجوه. انا دلوقتي هقطع كده زي ما انتوا شايفين العجين، وهاخد واحده واحده افردها واحط جواها حته العجوه واقفل كويس جدا. خلي بالكم المرحله دي مهمه قوي، لازم تقفلي كويس قوي علشان العجوه ما تطولش الحراره وتنشف منك. ولما تيجي تبططيها ما تبططهاش قوي زي ما انت شايفه كده، لازم تبقى سميكه علشان برضو القرصايه ما تنشفش. لازم احنا عايزينها تبقى طريه زي ما انت شايفه كده. بقفل كويس قوي من كل النواحي. خلاص، اذا كانت في الجبنه او في العجوه لازم الحشو يبقى متقفل عليه كويس قوي. بصوا السمك، هو ده السمك اللي احنا عايزينه. انا بوريكي برضو ايه حشوه الجبنه. تمام، جبنه بالنعناع، عايزه تعمليها جبنه بالبقدونس، عايزه تعمليها جبنه بالزيتون زي ما انت عايزه، بس دي كانت حلوه قوي قوي قوي. بصوا بقفل كويس قوي علشان برضو الجبنه سايله شويه غير العجوه، فلازم تقفليها كويس قوي عشان برضو ما تنشفش منك. تمام، انا هقولك دلوقتي واحده تانية اهي هنعملها برضو علشان ايه تبقي شايفة كمية الجبنة. دي جبنة حادقة عندي، حطيت عليها شوية نعناع مجفف انا مجففاه. بصوا بقفل كويس قوي علشان مفيش اي حاجة تنزل منها. تمام، انا هنا خلصت 4 صاجات. اللي بالعجوة علشان افرقها من الجبنة بحط لها شرطتين كده. تمام، واللي بالجبنة زي ما هي زي ما انتوا شايفين كده. طلعت معايا 50 قرصاية. ماشي. هتحطيها على فرن 200 درجة خلاص، وتدخليه على فرن سخن تحطيه، وبعد كده تفتحي الشواية. وزي ما انتوا شايفين طلعت تحفة، حلوة جدا للفطار للعشاء ما بين الوجبات للنادي. حلوة قوي لو عندك اطفال بيجوعوا كده في نص الوجبات او انتي لسه ما عملتيش الغدا. حلوة جدا. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وتعلقوا لي تعليق حلو زيكم، واللي مشتركش في القناة يشترك. ودمتم في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.